Forgotten romantic all my life. Met you in an autumn lovely day. 내 눈 속에 비친 aerosol. ها؟ شكو الشركة اللي عملتي اياهم ايش بيهم؟ شركة عملتي اياهم ناشرين على كل مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار هم مستحيل ما اصدق. شلون اصلا يجرؤون هيك يسوون؟ ما ادري شوف هذا الفيديوهات. والله خلينا نشوف. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. طبعا انتشرت أخبار خلال هاي الفترة عن المشهورة تالا، والأخبار اللي انتشرت عنها إنه هي كانت تدعي إنه هي تصمم الفساتين، لكن كانت أكو بنية غيرها وهي التي تدعى بآنسة ميرا هي كانت تصمم الفساتين. وما عدا كانت أكو معلومات تقول إنه تالا كانت تعطي فلوس لميرا، لكن ميرا نفت هذا الشيء وقالت كان هذا عقد اتفاق بيناتنا، بس هي كذبت بخلال هذا الموضوع. وهسه اليوم راح نستضيف الشركة وراح تتكلم لكم عن الموضوع بوضوح. السلام عليكم. طبعا احنا الشركة اللي استضفنا تالا، احنا ما كنا ندري انه تالا هي كانت تدعي انها هي تصمم الفساتين، لكن بل انخدعنا بها، واحنا ما كنا نعرف انه كانت اكو بنيه غيرها هي اللي تصمم الفساتين، ولكن هسه اكتشفناها من هي، وهي الآنسة ميرا. هسه هي راح تتكلم وياكم، هي آنسة ميرا. السلام عليكم. طبعا اني الآنسة ميرا. طبعا اني نصكم تعرفون انه اني كلش مبدعه بتصميم الازياء، لكن انظلمت بسبب ان هي اسمها تالا، كانت تخدعني طول هاي الفتره وتقول لي انا اعطيك فلوس مقابل فساتين صممي لي، لكن كذبت علي. وصراحه يمكن بس اول تصميمين صممت لي هي اعطتني فلوس، لكن باقي التصاميم ما اعطتني اي استحقاق. طبعا كل هالفتره انا انظلمت بسببها وخسرت اعز ناسي وصديقات، لكن هسه اني الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل، والحمد لله هسه الان انا ما صرت مظلومه. لا ما دا أصدق، وفوقاها مستضيفين الشركة وهمينا ميرا. بس لحظة تالا، بخصوص ميرا انتي مو كنتي تقولين لنا انه انتي اللي تصممين الفساتين؟ صراحة أنا هم لاحظت هذا الشيء. لا بنات، أي صح أنا مش تصمم فساتين. لا حبيبتي لا تحكين اي شيء، لعد شلون مستضيفين ميرا وعرفوا ميرا المبدعة المصممة هي كانت تصممهن، يعني مو انتي كنتي تكذبين علينا طوال كل هاي الفترة. لا بنات لا تنقلبون انتم علي، ما كان قصدي هيك. با حبيبتي انا ما اعرف ايش راح تسوين، بس من هسه انا مسؤولة عن ايش راح تسوي وما علي، وما اعرفك مرة ثانية. باي. سارة تعاي. ميرا اللي راح تبقين وياي صح؟ صراحة ما ادري، بس على اللي شفته على الاغلب لا. ميرا بس احنا صديقات. اعرف احنا صديقات، بس اللي على شفته ما راح نبقى صديقات. يلا باي. سارة انتظريني. يا الله شنو هاي كلها بسبب ميرا الغبية خسرت كل صديقاتي. اني تالا المشهورة هيك يصير وياي؟ لا مستحيل. خليني هسه اروح ابدل واروح بيت ميرا واتكلم وياه عن هذا اللي يصير. يلا بسرعة خلينا نختار اي لبس البسه. خليني البس هذا. يلا سام بدلت، خليني اخذ موبايلي. يلا خلينا نروح. بس لحظة، ليش ما ادق على ورد واقول لها ليش ما تجين وياي؟ يمكن هي بعدها ما تعرف بالخبر. خلينا ندق عليها. الو ها ورد. الو ها تالا كذابة. ورد شنو طريقتي تحكين هيك وياي؟ ايه ليش انتي مو طلعتي كذابة والخبر اللي انتشر عليه شلو لا؟ لا ورد انتي فاهمة خطأ، كلكم قاعد تفهمون خطأ. بس تعال بيتي اريد احكي لك موضوع همين نروح لميرا. لا حبيبتي انا بعد ما علي اي شي بيك. يلا باي. هاي سدت ابوكي هسه شو اسوي؟ يا الله. بس طبعا اني مستحيل هيجي ابقى، فخليني هسه اكمل خطتي واروح البيت ميرا. يلا هسه واخيرا وصلت البيت ميرا، خلينا نروح لها. يلا هسه خلق لي هاي اللوحة. هذا ليش خلى هاي اللوحة على بيت ميرا؟ خلينا نروح اسأله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. بس ممكن سؤال، ليش خليت هاي اللوحة على هذا البيت؟ صراحة هذا مو شغلك، بس شوية. لا مو هذا البيت بس صديقتي. بس صديقتك كانت مستأجرة هذا البيت من عندي، وهسه هي راحت من هذا البيت. راحت من هذا البيت؟ ايه نفس ما تسمعين، مو هي صارت مشهورة والكل قام يعرفها. انت قدش ميرا صح؟ ايه ميرا. ايه صارت مشهورة وهسه هي صار عندها فيلا بدال البيت. زين ممكن تدليني على بيتها؟ ايه طبعا هذا هو بيتها. هذا بيتها؟ شنو هاي؟ بيتها اكبر من بيتي؟ تقولين شي؟ لا ماكو شي. انت مو تقول هي مشهورة صح؟ ايه مشهورة. ليش؟ زين ممكن تعطيني اسم حسابها؟ لان صراحة انا لحد الان ما عرفت اسم حسابها. ايه طبعا، بس هي ترى حسابها على الانستغرام وعندها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن تعطيني اياه؟ ايه طبعا، اسمها ميرا مصممة الازياء. اوكي تمام شكرا. العفو. اوكي يا ميرا سويتيها. يلا خليني اروح لبيتها. شنو هاي كل هالاشعارات؟ خليني اشوف. لا اللي هنا بس مش تركيني، هذا ايش صاروا؟ اني كنت عندي 15 مليون هسه صرت بس 1000 متابع. الله ايش يصير بي؟ هاي ايش يصير بي؟ يلا بسرعة خليني اروح الفيلة ميرا. هذا
عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. بس ممكن أدخل لأن هذا بيت صديقتي. لا يعني آسفين، ما نقدر ندخلش لأن ميرا ما تقبل ندخل أي أحد، وهي أصلا اليوم ما موصيتنا ندخل أي أحد، صح؟ إيه صح، ما موصيتنا اليوم ندخل أي أحد أو ما عندها أي ضيوف. بس تقدرون تسألوها شنو اسمك بس شوية لا تدخلين البيت. أوكي تمام. اسمي تالا. تالا، أوكي تمام، بس شوية ابتعدي إذا نسيت الباب. بس ليش بس؟ يلا سنة راح أصيحها أنا سميرة، يلا راح أصيحها ولا تدخلها البيت. أوكي يعني هسه أنت اللي تقول لي إياه إنه أكو بنية واقفة قدام باب بيتي واسمها تالا وتريدني؟ اي نعم انا سميرة، وتقدري تروحين تشوفيها. اي طبعا بدي اشوفها. تفضلي هاي البنية، هاي فعلا تالا. دخلوها حرات دخلوها. انا سميرة بس هاي خاف تكون خطر عليك. لا 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 هي اعرفها، دخلوها. تفضلي. شكرا. الو هلا هاميرة شلونك؟ والله الحمد لله، بس شلون عرفتي عنوان بيت وجيتيني؟ والله من صاحب الإيجار كنتي مستأجرة من عند البيت، دلاني على فيلتج. ها أوكي تمام، بس بسرعة تفضل ستي ايش تريدي تقولي لي؟ أنا عندي هواي أشغال. ها ما شاء الله، قاعدة أشوف إنه أنت عندك فيلا، صار عندك حساب وبمشتركين هواي، وهمينة عندك أشغال. إيه الحمد لله توفقت. أوكي تمام، وحبيبتي تنسين هذا التوفق كله بسببي. صراحة ما فهمت يعني شلون توفقت بسببك؟ طبعا لانه انا كنت مشهوره واصمم الازياء، وانت الناس عبالهم انت اللي تصممين الازياء، بس انا ترى فعلا كنت اصمم الازياء. لا والله حبيبتي انا كنت اصمم منهن، وانا همين بسببك خسرت كل حياتي، خسرت صديقاتي، خسرت متابعيني، وخسرت حسابي، وهمين راح اخسر بيتي بسببك. طيب كيف بده يصير؟ انت كنتي ظالمتني، وهمين فوقها كنتي تقولي لي انه تصممين الازياء وتعطيني فلوس، وكل هاي المده انت ما قاعد تعطيني فلوس وظلمتيني هواي، وخسرت كل حياتي بسببك، وخسرت صديقاتي، وخسرت ناسي احبهم كلها بسببك. صراحه ميرا انا كلش اسفه على اللي صار، وأتمنى تسامحيني، وآسفة انفعلت وصيحت علي. صراحة تالا أنا ما راح أقدر أسامحك كل هاي المدة أنت هذا سويتي بيا، لكن أنا ما راح أذيك وراح أبتعد عنك، فلو سمحتي تقدرين تطلعين. بس ميرا بس أخلي أحكي. آسفة تالا. حرة طلعوها. أوكي تمام، تفضلي يا أنسة تالا. بس لحظة بس خلي أحكي إياها. بس لحظة ميرا. طبعا ورا كل هذا اللي صار مستحيل أسامحها، دمرت حياتي أكثر من سنتين، هذا اللي تستحقه، وتستحق تعيش هاي الحياة اللي عشتني إياها. يلا خلينا نروح. هلو جايز، شلونكم؟ طبعا طوال هاي السلسلة أني أبدا ما ظهرت، بس هسه ظهرت. رايكم بهاي المفاجأة الحلوة؟ طبعا يا جماعة شفتوا بنهاية السلسلة هذا اللي صار بتالا، وطب رأيكم تستاهل تالا هذا اللي صار بيها؟ وها جايز ملاحظة، هاي راح تكون الحلقة الأخيرة من سلسلة المبدع المظلوم. عندي لكم مفاجأة كلش حلوة، بس اللي عليكم تنزلون للتعليقات وتكتبون أي سؤال انتوا تريدوه، وإن شاء الله أنا راح أسوي فيديو مميز كلش وأجاوب على تعليقاتكم. وباي، أحبكم كلكم.